ازاي يا كابتني في 2025 عايز تاخد هرمون وانت قدامك في الصيدليات سر وكنز موجود وكل الناس محتاجه تاخده في 2025. السر ده هو معدن الزنك يا كابتني. معدن الزنك مش بس بيعلي لك هرمون الذكوره، كمان بيزود لك سرعه الحرق، بيزود لك المناعه بتاعتك، بيزود لك التئام الجروح، وليه فوائد تانية كتير جدا. بس خد بالك اللي في اقل من 30 ثانيه بس هيكون معاك كل حاجه محتاج تعرفها عن معدن الزنك. فاعمل سيف للفيديو ده وشير لصاحبك علشان الفيديو ده لازم يوصل ل 5000 لايك. حبايه الزنك اللي انت ممكن تاخدها بعد الفطار كل يوم بدورها الاساسي بترفع لك من هرمون الذكوره، لانه اساسا بيتخلق في الجسم من خلال معدن الزنك ومعادن تانية كتير، بس من اهمهم هو معدن الزنك. فتاكد ان انت كل يوم بعد الفطار او بعد الغداء تكون بتاخد على الاقل من 12 ل 25 مللي جرام من معدن الزنك. انما بقى لو بيجي لك ادوار برد كتير ودايما بتبقى انت اول حد بيصاب بالبرد في البيت، يبقى لازم الزنك يكون في الاكل بتاعك او كمكمل غذائي علشان هو بيزود من صحه المناعه. ولو فكرت ان انت في يوم من الايام تتجوز لازم تتاكد ان الاكل بتاعك او المكملات اللي انت بتاخدها من ضمنها معدن الزنك، لانه بيحسن جوده الحيوانات المنويه وانتاجها في الجسم عند الرجال. تاني حاجه مهمه جدا للناس اللي بياخدوا ستيرويد او للشخص الطبيعي الذكر الطبيعي اللي عنده هرمون استروجين في جسمه، لان الراجل بطبيعته بيخلق هرمون تستوستيرون وهرمون استروجين، بس الهرمون الاستروجين ده بيتخلق من الخلايا الدهنيه وكمان بيتحول من هرمون الذكوره. فالموضوع ده بيقل جدا لما الاكل بتاعنا او بناخد مكمل فيه الزنك. فلو انت على سايكل لازم تتاكد ان انت بتاخد من 25 ل 50 مللي جرام من الزنك، ولو انت شخص طبيعي لازم تتاكد انك بتاخد من 12 ل 25 مللي جرام من الزنك. وبكده احنا عرفنا كل حاجه انت ممكن تكون عارفها كرياضي لمعدن الزنك. فاتمنى منك ان الفيديو ده يوصل ل 5000 لايك وتعمل شير لصاحبك ومتابعه علشان تعرف معلومات زي دي كتير. سلام.